سامعين صوت القرمشه؟ يلا نعمل كفتة اقتصادية، هنضاعف الكمية والطعم 100. عايز اقول لكم كفتة خطيرة جدا، احفظوا الفيديو عشان هينفعكم جدا في العزومات ورمضان. كوباية ونص من البرغل، هنحط عليهم 3 كوبايات مية مغلية ونغطيهم ونسيبهم حوالي نص ساعة علشان البرغل يستوي تمام بالشكل ده. وعلى بال ما البرغل بقى يتنقع، تعالوا نجيب كيلو من اللحمة، انا مختارة وش الفخدة، هنقطعها مكعبات اصغر شوية بالشكل ده. هايل. ونحضر بقى مع بعض المفرمة، ومفرمتي من سكاني، مفرمة خطيرة جدا وقوية ما شاء الله، بيجي معاه 3 وشاش، ناعم ووسط وخشن قوي. يلا بينا بقى نشغلها ونحط اللحمة ونفرمها. انا فرمت على الوش المتوسط تمام. طلع لي اللحمة بجد خطيرة جدا، مش معجونة، تحفة ما شاء الله. هنا بقى معلومة حلوة قوي هتنفعك لما تفرمي في الكبة عشان تخرجي كل اللحمة اللي فيها، لقمة عيش بايتة ونزليها بعديها، مش هيجرى حاجة كمان لما تنزل في الكفتة. كده نكون خرجنا كل اللحمة اللي في المفرمة. خلصنا المفرمة خلاص، وتعالوا بينا بقى علشان نصفي البرغل كويس جدا بعد ما تنقع نص ساعة وبرد كمان. ونصفي البرغل كويس، ويلا بينا بقى هنجيب بصلايه مفرومه ومتصفيه. هنا 50 جرام من الليه المفرومه، انا بجيب ليه وبفرمها واحطها في الفريزر عندي. معلقه صغيره من الثوم، معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره فلفل، وكمان معلقه صغيره من البهارات السبعه، واحط عودين بقدونس مفرومين، والبرغل اللي احنا صفيناه. ويلا نعجن عجنه حلوه للكفته بتاعتنا. يا سلام ما شاء الله على الكميه بقى، الكميه كترت ومش هتحسي ان انت حاطه حاجه غريبه، محدش يحس بطعم حاجه، وبجد بجد طعمها تحفه متماسكه وزي الفل. تعالوا نجهز بقى الكفر بتاعها. بيضتين، معلقتين من اللبن، رشه فلفل اسود وملح، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. احضر كوبايه من الدقيق، وكمان كوبايتين من البقسماط، عليهم نص كوبايه من النشا، هقلبهم مع بعض. وتعالوا ننزل بقى في كوبايه الدقيق الاول، وبعد كده في البيض واللبن، وبعد كده في البقسماط والنشا. التشكيل اللي انت عايزاه، انا شكلتها هنا اقراص. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي هتعجبكم جدا، خصوصا لما يكون عندكم عزومه في رمضان، عايزه تعملي وتوفري، عايزه تعملي وتجهزي، اعمليها بالشكل ده وحطيها في اطباق بقى على قد العدد اللي انت عايزاه، تقعد معاكي وتنفعك جدا وقت زنقه. بجد خطيره واقتصاديه جدا، والاهم من كده ان طعمها حلو قوي ما شاء الله. بنجهز بقى الزيت، والزيت يكون سخن والنار متوسطه، ونملى الطاسه علشان الكفته ما تتحرقش مننا. شايفين بالشكل ده، على نار متوسطه بقى تتقلي براحتها، لونها ذهبي خطير ما شاء الله، ومقرمشه مش قادره اقول لكم، طبعا من جوه مستويه جدا. شايفين الجمال؟ اهم حاجه تطلعي بقى على مصفى علشان ما تطرش معاكي. سامعين الصوت؟ يجنن، تحفه. يلا انا قلت نص الكميه بس، شايفين قد ايه؟ والله دي نص الكميه بالظبط، تحفه اللهم بارك. شويه بطاطس شيبس، ويلا بالهنا والشفا. حاجه مهمه لازم اقول لكم عليها، ان سكاني عاملين خصومات كتير، ادخلوا على الويب سايت بتاعهم هتلاقوا عاملين خصومات روعه على الاجهزه الكهربائيه بتاعتهم. يلا مستنيين ايه؟ هسيب لكم لينك الويب سايت.